لو بشرتك دهنية وفاكرة انك مش محتاجة مرطب، للأسف انت بتدمري بشرتك من غير ما تحسي. بشرتي دهنية يبقى مش محتاجة مرطب. الجملة دي من اكتر المفاهيم الغلط اللي بتدمر البشرة الدهنية. اكبر غلطة بتعمليها لبشرتك الدهنية انك تمنعي عنها الترطيب، لان لما بتمنعي الترطيب بشرتك بتفتكر انها ناشفة فتبدأ تفرز دهون زيادة، والنتيجة دهون اكتر، مسام مقفولة، حبوب بتزيد. طب والحل؟ تستخدمي ترطيب خفيف مناسب لبشرتك، مش تقيل، مش يسد المسام، مش يزيت البشرة. هي معادلة: ترطيب صح، بشرة متوازنة، دهون أقل، وش نضيف من غير حبوب. وعلشان تتأكد انك بتستخدمي المرطب الصح لازم يكون مكتوب عليه اويل فري او جل او نون كومودوجينيك، قوامه خفيف، جل او لوش، مش كريم تقيل، ما يسدش المسام، يفضل يكون خالي من العطور والكحول لو بشرتك حساسة. وعلشان اسهل عليك هقولك دلوقتي ايه افضل مرطبات البشرة الدهنية الموجودة في الصيدلية. بنسينون العادي حبيب الملايين، هو للأسف مش مناسب أبدا للبشرة الدهنية، هيسد المسام ويعمل حبوب تحت الجلد. ممكن استخدمه للبشرة الجافة والعادية أو للإيد مثلا. هيبتا بنسينول تركيبة متطورة من بنسينول، مناسب للبشرة الدهنية بس مش أحسن حاجة. اتشان جيل مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة بس ترطيبه ضعيف شوية. عنده ديرما جيل مرطب جميل للبشرة الدهنية وبرشحه جدا. ديرما اكتف سيكا كريم مرطب ممتاز للبشرة الدهنية وفي نفس الوقت هو اكت ريبير، علشان مكون السيكا اللي فيه بيعالج الالتهاب والحساسية اللي في البشرة وبيستخدم بعد جلسات الديرما. سيرافي، في ملحوظة حبيت أقولها عن براند سيرافي، هو كمرطب للبشرة الجافة والعادية ممتاز، ولكن على الرغم من قوامه الخفيف وامتصاصه السريع إلا إنه مش مناسب أبدا للبشرة الدهنية ولا المختلطة. افين كلينانس مناسب برضو للبشرة الدهنية. سيتافيل مناسب برضو، وعامة الاتنين دول مناسبين جدا للبشرة الدهنية ومش بيسدوا المسام. ودي أخطاء هتضر بشرتك: إنك تستخدمي مرطب الجسم على الوش، أو ترطبي مرة واحدة بس في اليوم، أو تنسي المرطب في الصيف أو قبل الميك اب. هنستخدمه بعد غسل الوجه مباشرة، مش أقل من مرتين في اليوم صباحا ومساء، وباخد كمية كويسة مش قليلة أقدر أرطب بيها بشرتي، على عكس الغسول باخد أقل كمية أقدر أغسل بيها وشي. ولو عايزين تعرفوا معلومات أكتر عن الغسول اشتركوا في القناة وانتظروا الفيديو الجاي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، تابعوا الحلقات الجاية وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو وشير للقناة.